السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في يوميات محمد الغزالي. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الفيديو النهاردة هنتكلم عن اجراءات ترخيص عربية ملاكي زيرو. من بداية الاستلام، ايه اللي بتاخده معاك وايه الاجراءات المطلوبة للترخيص. وللعلم احنا مش هنقول التكلفة لان بتختلف ما بين عربية والتانية. اهم حاجة بعد استلام العربية من المعرض، بعد طبعا الف الف مبروك على العربية. بتاخد ايه معاك عشان تروح ترخص؟ هو ده الموضوع الفيديو النهاردة. ان كانت العربية دي انتاج محلي او تجميع محلي، دي بتكون خاضعة للشركة الوطنية لصناعة السيارات. في موديلات كتيرة في مصر حاليا بيتم تقفيلها، من ضمنها هيونداي والجيب ومرسيدس. في فئات معينة منها بتتعمل في مصر، وطبعا النيسان وكتير يعني. الأوراق اللي بتاخدها ايه معاك؟ أول حاجة بتاخد شهادة من المعرض، فاتورة مختومة معتمدة بقيمة السيارة. دي بيكون معاك فاتورة من المعرض وفاتورة من المصنع. المصنع اللي باع للمعرض وانت انت اشتريتها من المعرض. تمام. بيبقى فيه معاك كتيب كده صغير، موجه لإدارة المرور. ده تاريخ صناعة العربية ومحتويات العربية والكلام ده. بيكون معاك ورق، زي بيبقى فيه زي سيريال نمبر كده للعربية. كل عربية بمواصفاتها، بالشاسيه، برقم الموتور، بالسيريال نمبر الموجود على الشاسيه في الصدر العربية. بعد كده يا باشا، ده الفاتورة لازم تكون معتمدة ومختومة، وتركز في حتة مهمة: إن كانت العربية مصرح ليها بفاميه أو زجاج ملون ولا لأ. عشان النقطة دي يعني أنا عن نفسي قابلتني برضه لما جيت أستلم العربية. لقيت العربية متفيمة لكن مش مظبوط في الإفراج الجمركي بتاعها إن هي زجاج ملون. فدي كانت دروب معايا في المرور يعني، واضطريت ارجع للمعرض تاني ونكتبها ونختمها ونمضيها. فطبعا مشوار كبير يعني، فانت لازم تتأكد على الحاجات دي قبليها. بتطلع بعد كده على المرور. للأسف هو المرور حاليا الأسعار رفعت خالص. يعني أول حاجة أنت بتدفع تنمية موارد 1% من قيمة السيارة دي قبل أي حاجة. يعني مثلا لو قلنا إن العربية ب200,000، هتدفع 200، هتدفع 2000 جنيه فوق المصاريف اللي جايه اللي احنا هنقول عليها. اول حاجه بتروح المرور، بتروح تجيب جواب فحص. بعد كده بتطلع على الموظف، بتعمل مطابقه، مطابقه شاسيه وموتور ولون السياره، وبتروح تشتري بعد كده حافظه بيانات وحافظه ملفات، عشان دي هيتفتح لها ملف جديد. فانت لازم تبدا من الف للياء. بعد كده بتروح امان، بتروح جايب كل حاجه تتعلق بالشنطه الاسعافيه والمثلث والستره والعاكس وكله ده، يعني حسبة 860 جنيه كمان. خلاف طبعا رسوم الفحص حلوه يعني، وكم طبع شرطه. بعد كده بتروح يكون معاك صورة البطاقة. للعلم اصل البطاقه وصورتين منها. للعلم هو مش لازم ان انت يكون مالك السياره او اللي هتتكتب باسمه العربيه يكون معاه رخصه، لان ده مش شرط. يعني ممكن تكتبها باسم ابنك لا يحمل رخصه، دي عادي. تكتبها باسم والدتك لا تحمل رخصه، تكتبها باسم والدك، باسم مراتك، عادي. ده مش موضوع يعني. بعد كده هتروح دافع الرسوم والضريبة، على حسب سنة أو سنتين. بعد كده بتروح دافع رسوم الملصق الإلكتروني، ورسوم تنمية الطرق والمرور الجديد. ده فرنج 200 جنيه، غير الملصق 275 جنيه. طبعا في ناس بتقول طب يعني انا راح ارخص العربيه، انا كده ما فهمتش انا كده هدفع كام؟ بص يا باشا، انت الفئه دلوقتي الضريبه متحدده على عدد السي سي وموديل السنه.
هو طبعا احنا بنتكلم على عربيات الزيرو، فمن 1000، من 800 سي سي زي السوزوكي والالوتو والفان اللي هي سوزوكي فان دي، او الشيفروليه ان 300، كل دي ليها ضريبه معينه بتزيد مع كل ما زاد السي سي بتاعك كل ما بتزيد الضريبه. بعد كده يا باشا بتعلق، بتدفع رسوم تأمين لوحات، وبيتم التجديد، بيتم استخراج الرخصة لمدة 3 سنين أو لسنة لو العربية عليها حظر بيع. يعني لو أنت جايبها تبع بنك هتتم استخراج الرخصة بسنة واحدة بس، مش بثلاث سنين. حتى لو كان الحظر البيع لمعرض أو بنك، كل واحد، مفيش حاجة اسمها ان البنك بيرخص لك 3 سنين او سنتين، هي سنة واحدة بس، ويجدد بعد طبعا التأكد من السداد السنوي. وإلا بيتم البنك ان هو بيتم، يعني بيكون في اجراءات قانونية تانية، اللي هو سحب العربية او سحب رخصة العربية او وقف اللوحات. وبكده ان شاء الله نكون وصلنا لكم لنهاية الحلقة. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع خالص تحياتي، محمد غزالي.